مساء الفل عليكم. البسبوسة بس مش اي بسبوسة، النهاردة هنعمل بسبوسة صيامي. النهارده هنعمل اسهل طريقه للبسبوسه الصيامي المرمله اللي ريحتها تقلب البيت عندك في الشتاء بقى. اول ما تطلعيها وتسقيها بالشربات كل الناس تتلم عليها وتقولي الريحه الجامده جدا دي. انا جوعتكم وخليتكم تبقى نفسكم تاكلوا البسبوسه دي. هقول لكم على طريقتي وتركاتي في البسبوسه الصيامي السهله السريعه من غير سمنه نباتي، عشان الناس اللي بتقول احنا مش عايزين نحط سمنه نباتي، من غير ما نشتري انواع بسبوسه تكون غاليه وسميد غالي. لا، اي سميد بسبوسه عندك هتشتغلي بيه وهتبقى الطريقه زي الفل باذن الله. اهم حاجه تتبع الخطوات اللي هقولك عليها. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير، تشتركوا في القناه، تفعلوا جرس على كلمه الكل. ما تنسونيش بقى في لايك وشير عشان كل الناس تشوف الوصفه وتستفيد منها. كل سنة وانتم طيبين، وما تنسوش تتابعوا وصفات الصيامي على صفحتي على الفيسبوك، صفحة الشيف نرمين الماجد. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف، وكمان هسيب لكم لينك لوصفات كتير موجودة على القناة، كلها هتلاقوها في صندوق الوصف وفي التعليقات. كل سنة وانتم بألف خير يا رب. أول حاجة هنعملها طبيعي إن احنا نجيب دقيق بسبوسة، بس أنا عايزة أوريكم يعني أقطع حتة كده أوريكم الترميلة، لأني أكتر حاجة الناس بتختلف عليها ترميلة البسبوسة. اول حاجه هنبتدي نعمل اللبن اللي هنعمل منه البسبوسه، والنهارده مش هنعمله بلبن جوز الهند، بما انها بسبوسه بقى تعالوا نعملها بالفول السوداني. طريقه كده جامده جدا. هنا عندي معلقتين من السمسم، محدش يستغرب، المطحون، ومعلقتين من الفول السوداني. هنبتدي ان احنا نطحنهم كويس قوي قوي زي ما انتوا شايفين في الخلاط، وهنحط عليهم نص كوبايه من الميه الدافيه واسيبهم كده لمده ربع ساعة لحد ما السمسم والمية والفول يطرى خالص. بعد كده بزود عليهم كوباية مية واطحنهم كويس جدا 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 في الخلاط. تمام. ده بقى عندي لبن صيامي جامد قوي تعملوا بيه البسبوسه. يعني لما تعملوا البسبوسه بخليط الفول السوداني مع السمسم المطحون في الميه احلى من انتوا تعملوها بلبن جوز الهند، وكمان احلى بكتير من انتوا تعملوها بالبرتقال او بالسيفن او بكمان ناس كتير بتعملها بالميه. النهارده الخطوه دي او التركه دي بتدي طعم للبسبوسه كانك بالظبط عامله بسبوسه مليانه مكسرات، وهي ولا مليانه مكسرات ولا حاجه. دول معلقتين فول سوداني على معلقتين سمسم، مفيش اكتر من كده. عايزين تصفوهم امين، مش عايزين تصفوهم تشتغلوا بيهم على طول مفيش مشكله. هنسيبهم كده على جنب. كده عملنا اللبن الصيامي، نبدا ان احنا نشتغل على طول طبعا الشربات. هجيب الخلاط بتاعي برضو هعمل الشربات في الخلاط. اقول لكم النهارده الطريقه مختلفه جدا. كوبايه ونص من السكر، عليهم كوبايه بس من الميه، كوبايه واحده بس من الميه، كوبايه ونص من السكر بنفس الكوبايه المعياريه. تمام. هحط عليهم عصره ليمون خفيفه مش كتيره، وهحط عليهم طرف معلقه من الملح الليمون، طرف كده، شايفين الحته نتوفه كده صغيره مش كتير عشان ما تحدقش. تضربوهم في الخلاط كويس قوي. وانا بحب اعمل الخطوه دي في شربات البسبوسه لانه بيفرق جدا 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 في الشربات. تضربوهم كويس قوي، بعد كده تنزلوهم في حله وتسيبوهم لحد ما الشربات يعقد. شربات البسبوسه مش بيكون تقيل، مش بيكون بيلزق، بيكون خفيف وبيكون فاتح. الكلام ده قلته كذا مره وهقوله كذا مره كمان. شربات البسبوسه ما بيكونش تقيل، ما بيكونش بيلزق، ما بياخدش وقت كتير على النار، ما بيغمقش، بيكون فاتح، بيكون خفيف عشان البسبوسه تقدر تشربه بسرعه. سيبهم على جنب كده لمده 5 دقايق وابتدي ان انا اشتغل في البسبوسه بتاعتي. تمام. طبعا البسبوسه احنا جايبين سميد من عند العطار. لو انتوا عايزين تجيبوا اي كيس بسبوسه مفيش مشكله، سيبكم الكلام خالص اللي مكتوب على الكيس، هاتوا لي الكيس البسبوسه كده ونشتغل فيه على طول. ايا كان، حطوا بيكنج باودر، شيلوا بيكنج باودر، حطوا زبادي، الكلام ده سيبكم منه خالص. احنا هنشتغل بسبوسه النهارده صيامي، فما فيش كيس بسبوسه مكتوب عليه طريقه عمل البسبوسه الصيامي. فاحنا النهارده هنقول ازاي نعمل البسبوسه الصيامي. ده شكل الشربات بتاعي بعد ما شايفين الشربات رايق ازاي، رايق جدا. علشان خاطر احنا لما ضربناه في الخلاط حبيبات السكر اللي من تحت ما تكرملتش فغمقت الشربات، لا فاتح كده وحلو، عشان البسبوسه بتاعتي كمان ما تغمقش، تبقى حلوه كده زي بتاعت بره ذهبيه. وراحوا كمان حته ان احنا البسبوسه بتاعتنا ولا فيها لبن ولا فيها سمنه ولا فيها زبده، فبالتالي هي يعني مكوناتها على قدها. تمام. ده الشربات هسيبه كده على جنب، وهبتدي ان انا اشتغل. ده حوالي ربع يعني تلت كيلو من السميد بتاع البسبوسه، عايزين تحطوا نص ما فيش مشكله. شايفين السميد ناعم او ناعم قوي او متوسط، لكن مش خشن، يعني ما تجيبوش سميد خشن بيفرول البسبوسه، ناعم قوي او متوسط. وجيبوا دقيق السميد، مش خلطه البسبوسه. في حاجه اسمها خلطه البسبوسه، لا، جيبوا دقيق السميد، حطوا عليه معلقتين كبار من السكر العادي الحبيبات بتاعنا، وقلبوه تقليبه خفيفه.
بعد كده هاتوا حوالي ربع كوبايه من الزيت ومدفيين وسنه في الميكرويف او في على النار كده، يعني تحسوا كده ان الزيت دافي، ما تلاقوش الزيت بقى بارد معاكم، لا دافي، عشان لما تيجوا تدخلوا السميد والزيت في بعض يبتدي البسبوسه كده تترمل معاكم. ماشي. وبعد كده بقى بتبداوا ان انتوا تدخلوا زيت في دقيق السميد بالشكل اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي. بعد كده هتجيبوا ربع معلقه من البيكنج باودر او نص معلقه صغيره، يعني يا ربع كبيره يا نص صغيره. تمام. وتقلبوها، ولازم تحطوا سنه البيكنج باودر دي بصراحه. بعد كده هبتدي ان انا احط اللبن اللي انا عملته، وابتدي ان انا اقلبهم بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، تقليبه خفيفه قوي لحد ما السميد يبقى شكله كده. نجيب صينيه نبطنها بشويه من الزيت، بس تبطينه تكون حلوه. هبتدي ان انا بقى طبعا احط مكسرات، لما بسبوسه بحط مكسرات جوه، احط مكسرات بره طبعا، وعاملينها بلبن مكسرات. كل ده انا يعني انا معتمده قوي في وصفه البسبوسه دي على المكسرات عشان تديني طعم البسبوسه، لان بصراحه احنا مش حاطين لبن ولا حاطين سمنه، فما يبقاش طعمها يعني عيش، لا لازم تبقى طعمها كده بسبوسه. هنكون مولعين الفرن قبليها كده، اول ما نبتدي نشتغل في البسبوسه على طول نولع الفرن، وبعدها ندهن الصينيه كده. وطبعا الفرن بتكون سخنه فوق وتحت يا جماعه، فوق وتحت. تمام. ابتدي اصب البسبوسه بالشكل ده، وبعد كده ببتدي ان انا ادخلها الفرن على درجه حراره تقريبا 180 لحد ما احس ان لون البسبوسه فوق وتحت بقى لونه ذهبي كده ومحمر وجميل. اهم حاجه بقى عايزه اقولها لكم واجلتها للنهايه، بصراحة أنا سمعت ترندات كتير، حتة إن البسبوسة تبقى ساقعة، البسبوسة تبقى سخنة، والشربات يبقى ساقع. أنا جربت كل حاجة، ما أكدبش عليكم، جربت كل الوصفات. لقيت إن أحلى وصفة إن البسبوسة تبقى سخنة جدا والشربات يبقى سخن جدا. الاتنين يا جماعة يبقوا سخنين، الاتنين يبقوا سخنين. البسبوسة بتشرب الشربات حلو أوي، تبقى طرية وحلوة، ما تبقاش ناشفة معاكي أبدا. سقينا الشربات سخن قوي، والبسبوسه كمان سخنه مولعه من النار، بس خلي بالك من ايديك، يعني اهم حاجه تخلي بالك من ايديك في الموضوع ده. تغطي البسبوسه، سيبيها 10 دقايق، بعد 10 دقايق اتفرجي كلي احلى بسبوسه صيامي. وبصراحه هتعتمدي الطريقه دي، هتعجبك جدا جدا. النهارده عملنا بقى البسبوسه الصيامي بطريقه مختلفه وجديده، ما تهيأليش ان انتوا شفتوها عند حد قبل كده. اتمنى لو الوصفه عجبتكم واستفدتوا منها وطلعتوا منها بمعلومه مفيده وجربتوها تعملوا لايك وشير، تشتركوا في القناه، تفعلوا جرس على كلمه الكل. ما تنسوش بقى كومنتاتكم الحلوه دي بتشجعني وبفرح بيها جدا جدا. وللاعلانات على القناه هسيب لكم اللينك ورقم تليفون في صندوق الوصف، وكمان هسيب لكم لينك صفحتي على الفيسبوك عشان لو حابين تتابعوا وصفاتي المكتوبه. كنت معاكم شيف نرمين الماجد، بألف هنا وشفا، واشوفكم دايما على خير قريب.